الله، يا سلام علينا، يا ليلي، يا سلام علينا. انا محمد مسعد، ازيك عامل ايه؟ الله، يا سلام علينا. في ناس في الدنيا بتبقى محتاجة مساعدة فعلا، وفي ناس بتبقى محتاجة المساعدة على سبيل الاستخسار. فانا حابب اقول لهم انا خلاص خلعت الكانيولا ومش هتبرع بالدم غير للي محتاج. ماشي يا عم دراكولا؟ انا فل الدنيا تمام قوي كده. من وجهة نظري التي لا قيمة لها ان الحياة لعبة جماعية، ربنا خلقنا مع بعض وفي العاب فردية لحد هنا تمام. فلو احنا مشتركين في شغل، في نادي، في باقة نت، وسيادتك ما عندكش الخيال انك تحط نفسك مكان الاخرين، فانا اعرف اماكن كويسة جدا بتدرب على الخيال، فممكن ارشحها لك. او روح لدكتور، وبرضه معايا ارقام دكاترة كويسين جدا. مش عايز لا ده ولا ده فانت عيان، لان مش كل الناس دي مضطهدينك عشان انت ستيف جوبز ويا عيني بيحرموك من التوصل لاختراع الايفون. فالعب سكواش، لعبة فردية جميلة، واعتقد الاستاذ احمد برادة ما ضايقش حد في حاجة. احساسك انك احسن من البني ادمين، حابب اقول لك ان البني ادمين بتفهم وبيبقوا واخدين بالهم على فكره، وده لو بيدل على حاجه فبيدل على انك حاسس انك قليل. فالجو بتاع انا اقدم واحد في العماره دي ما بقاش في منه خلاص، والغرور نزل له ترندات جديده. فحاول تجدد. عارفين انتوا الشاب اللي هو بيبقى معاكم في الشغل اللي اي حاجه هو عارفها، بس وقت التنفيذ بجد بيجي له تليفون مهم؟ جربوا بقى كده في اليوم اللي انتوا عايزين منه حاجه وقت التنفيذ تاخدوا منه الموبايل، هيلاقي حجه تانية طبعا، عشان حجه البليد ايه؟ انه يجيب كحكه. معرفش ليه افتكرت الاستاذ خالد صالح الله يرحمه في برنامج حلوهم بينهم لما قال له في ناس يا عمرو من مصلحتهم انك تتعالى عليهم، انت اللي قاعد تحت يا حبيبي. انا فل الدنيا تمام قوي كده. خلاص يا عم بقى، عايزين نصور بقى، عرفتونا والله. بعد اذن العسول اللي في اجتماع الشركه اللي قاعد قدام المدير يأفور ان هو النهارده جه في ميعاده وعايز ياخد اللقطه، عايز اقول لك ان هي مش هتسعنا، الدنيا مش هتسعنا، الحمد لله احسن من غيرنا. حته انك جيت في ميعادك ده مش انجاز خالص، ده اقل من العادي، فما تبالغش قوي يعني، ده مش انجاز. وخلي في علمك ان انت في يوم من الايام هتترفد زيك زي اي حد، لاننا لما بنفرغ الكاميرات بنلاقيك قاعد في الشركه طول اليوم تتكلم في التليفون، والسيديهات موجوده. كفايه تمثيل يا جماعه ان احنا شغالين، تعالوا نشتغل بجد. ولو عايز ارقام مكاتب كاستنج او ورش تمثيل، انا اعرف برضو ناس كويسه. اتمنى بس لما تروح هناك ما تمثلش انك بتمثل. اتفضل. انا هقفل قلبي خلاص على كده. احنا هنظبطها يعني بأمر الله. يا فيلسوف يا حويط، بلاش الكلام الدبل مينينج، الكلام الذي يحمل معنيين بلاش، عشان دي حركات مصاطب وملهاش علاقه بالفلسفه. وكما قال الفيلسوف بنيامين، قطمه احسن من نحته. يا جماعه انا زهقت والله من كتر ما الناس بتقول كلام بين السطور، لدرجه ان انا دلوقتي بقيت لما بقابل حد سالك بعمل له تمثال في دماغي، وبعمل له ميدان بسميه على اسمه، عشان لما الكلام يزحم الاقي حته اركب منها. جاتك البلا. معرفش بقى كده احنا تمام ولا ايه؟ جمدانك على السوشيال ميديا لا يساوي جمدانك على القهوه، بمعنى ان انا ممكن جدا اخلص تصوير الحلقه دي واخش اقعد اعيط عادي جدا. ممكن يكون حد ماسك عليا صور، ماضي على كمبيالات، فمش معنى ان انا طالع على السوشيال ميديا ده معناه ان انا جامد خالص. وكذلك انت، التظاهر بالفلاتر يا باشمهندسه بيبقى باين قوي ان في حزن دفين ورا الفلتر، كلنا واخدين بالنا. فليه ما نستهدى بالله ونشغل قرآن ونولع عود بخور ونقعد نشوف ايه مشكلتنا؟ اصل عادي. بتقولي ايه لمين، امتى، فين، الساعه كام وبكام والمصلحه مين، وبرضه مش هتستريحي، لان السبب الرئيسي انك تخنانه. فالسوشيال ميديا مش هتحل اي حاجه من الحاجات دي، الدايت هو اللي هيحل. انا فرعون بكلمك، يعني انا دلوقتي فرعوني. نبص عليها. اللف والدوران معناه ان انت ما بتتكلمش بشكل مباشر، فلو عايز مني حاجه قول لي وانا اكيد هرفضها فورا، ونوفر على بعض ال8 سنين الغاز والكلمات المتقاطعه والسودوكو، عشان انا مش جاي افك رموز حجر رشيد. انا لا بفهم هيروغليفي ولا انا فرعون بكلمك، لان تلاعب درسناه، نرجسيه خلصناها، اهطل فانت مش اهطل مني، لان انا معايا ورق بيثبت اني اهطل. فخلص وقول انت عايز ايه، وانا قسما بالله ما هعمل لك اي حاجه. تحياتي.
ما بتغلطش، فده معناه ان انت مش بني ادم، فما تزعلش لما نعاملك معامله الجماد. انا اعتقد مثلا ان الجبل ما غلطش في حد قبل كده. فرهدت ان احنا ناخد 10 ساعات بنحاول نشرح لك ان انت غلطان وعامل مصيبه وكاسر على واحده حامل ومسقطها وشكمنك عامل اللي وراك وداير تضرب كلاكسات عمال على بطال ومربي ضفرك الصغير طويل ومتسبب في حادثه على الدائري مبوظه 15 عربيه ونازلين نقولك بتقول انا اصلا مش غلطان في حاجه. فانت خيالك مش جايب ردود الافعال بتاعت الناس دي كلها هيعملوا فيك ايه لما الشرطه تيجي. فخليك طيب واعترف بغلطك عشان لو جيت وجبتهولك. إلى كل واحد مفكر نفسه ستيف جوبز، عايز أقولك إن ستيف جوبز مات الله يرحمه، وإن أنت عادي لدرجة تضحك. فإحساسك المفرط بالذكاء ده ما هو إلا تهيؤات من فرط استخدام الآيفون مش من كتر تصنيعه. فاهم قصدي؟ وأنا شخصيا عمري في حياتي ما قابلت عبقري مش متواضع. أنا في حياتي كلها قابلت عبقري واحد قعدت معاه 10 دقايق عشان هو ما كانش فاضي. فما تبقاش انت بتقعد على الموبايل 8 ساعات في اليوم بتسكرول ومقتنع انك هتفتح مشروع ميه ساقعه وهيكسبك ملايين وانت معكش حساب القهوه. شوف انت رايح فين. انا هقفل قلبي خلاص على كده. وفي نهاية الحلقة حابب أقول إني بعمل الفيديوهات دي عشان أنا بتعالج والعلاج ما بقاش موجود ومش لاقينه في الصيدليات وملوش بدايل، فالدكتور قايل لي اتكلم. أما لو أنت ما عجبكش الكلام ده وشايفني عيان وفاهم إن أنت سليم فهي دي المشكلة اللي مش عارفين نجيبها لك إزاي. سلام. الله